السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معكم هذه الوصفة السويسرية وهي لا راكليت. هنايا بسم الله بديت جبت البطاطا، نخيروا هذيك البطاطا اللي تكون شوية صغيرة، نغسلوها مليح هكذا. يعني إذا كاين عدة أنواع من البطاطا. هذه الأكلة يعني سويسرية، يعني يوجدوها في فصل الشتاء كيكون البرد بزاف. دوك نحكي لكم شوية على معلومات اللي نعرفها عن هذا الأكلة. يعني لها جبن خاص يحضروه بها، يعني أكلة بسيطة. هنايا درت هذيك البطاطا فوق النار نخليها تطيب. هنايا شوفوا لي بعد ما طابت نصفيها ونحي لها هذوك القشور، وكاين كي تكون هكذا صغيرة هكذا يخلوها هكذاك بالقشور تاعها. هنايا يحكى يعني في الزمان، يعني في جبال سويسرا كان البرد بزاف وكان موجودين رعاة يعني يتنقلوا من الجهة للجهة بالأغنام يعني. وفي فصل البرد يشعلوا النار هكذا ويدوا معهم يعني المعونة، يعني يدوا الخبز، يدوا الأجبان يعني معهم. وذات مرة يعني راعي من الرعاة يعني حط قطعة من الجبن قدام هذاك النار، قدام لوفو، ودابت هذيك قطعة تاع الجبن وحطها فوق سيغ ان كروطون با مع حبة تاع البطاطا. وفما يعني ولات هذه الأكلة مشهورة، يعني في كاين عدة حكايات كيف اخترعوها. يعني أكلة بسيطة ولذيذة هكذا. نقسم هذيك البطاطا تاعي، ندير لها شوية تاع الملح من الفوق، وهذا الأكلة يعني في لو 15 سيكل يعني الرعاة كانوا يوجدوها، يعني كانوا معتمدين على البطاطا والخبز والأجبان، يعني كانوا رعاة. هنايا جبت هذاك الجبن مخصص لهذه الأكلات هكذا، يعني جبن خاص بهذه الأكلة نحطهم من الفوق. وانا هنايا درتها في الميكرووند، يعني ما عنديش لاباغي راكليت. ولا باغي راكليت يعني اخترعت في الجيزيام السياكل، يعني كاين بزاف اللي اختاروا عدة آلات. يعني واحد منهم دافيد جو كخوا اسمه دافيد فالونتان هكذا، اخترع وحده منهم. وفي فصل الشتاء يعني تتلم العائله يحطوا هذيك لاباري فوق الطابله ويتلموا يحطوا هكذا البطاطا الخبز يعني ولي شاركوتري، يعني يحطوا بزاف، يعني كورنيشون، يعني يحطوا واش يحبوا زيتون يحطوا ويتناولوا هذيك الاكله مع بعض. ونعرفوا البطاطا كي تكون سخونه تكون لذيذه، يعني حنا تاني نديروها بالزبده والفرماج ولا زيت الزيتون والملح، يعني في فصل الشتاء نشويوها في النار يعني زمان هكذا ونخرجوها سخونه يعني وتتكل سخونه. وهنا انايا درت من هذيك الفخوماج راح ندير دي غراتان. هنايا درتهم دون دي زاسيات قباله يعني ونديرهم في الميكرووند. كنت وجدت صلصه يعني صوص، هذيك لاصوص واش فيها ديت ريت الحليب، درت لها مغرفه تاع الفارينه، مغرفه تاع الزبده، حبه تاع البيض، يعني نخلطهم مليح ونزيد لهم جبن طاري، يعني زيدي كميه اللي حبيتي تاع الجبنه طاري وديريها فوق النار، خلطي حتى تولي لك كريم هكذا. وهنايا ندير فوق هذيك البطاطا اللي قطعتها هكذا دي روندال، ما تكونش يعني خشينه يعني هكذا، يعني كل واحد يدي الصحن تاعو بلا ما ندير في لي بلاطو هكذا. ودرت هذوك لي بلاطو انديفيديوال هكذا، نجيب هذاك الفخوماج ونحطهم الفوق. يعني هذه الأكلة لذيذة، يعني سخونة ولذيذة في فصل الشتاء. يعني حتى حنايا نديرو هكذا البطاطا ونديرو هذه غراتان. وانا كي استغليت الفرصة كاين هذا الجبن يعني تاع لاكليت، درت به هذا لو غراتان يجي بزاف بنين هكذا. ونديه للميكرووند، يعني كلش طيب غير هذاك الجبن يدوب يعني وتتكل سخونة. لا درتو هكذا يدوب هذاك الجبن. واللي عنده
هذيك الآلة تاع أكلات يدير فيها الجبن يذوب فيها، يعني تشوفي هذه كويير هكذا بخير، يعني على شكل كويير، ويديروا فيهم قطعة تاع الجبن وتذوب. شوفوا لي هنايا بعد ما ذاب تجي بزاف